وزي ما عودناكم تغطيه حصريه لقناه صدى الملاعب لدوري ابطال مصر، والنهارده في سهره رمضانيه واجواء مختلفه هنا من ملعب السلام ثالث، ومعانا بقى نجم مختلف عن العاده هو نجم التدريب. نتعرف بحضرتك. قدوم ادم، اكاديميه ايفوليوشن. كنا عايزين بس اول شيء نهنئ الشعب المصري كله، نقول له ايه؟ هنقول لهم كل سنه وانتم طيبين على الامه الاسلاميه كلها وعلى الشعب المصري، ورمضان كريم ونعم عليكم ان شاء الله الايام بكل خير ان شاء الله. انطباعك ايه بقى عن دوري ابطال مصر؟ شايف تحضيراتك ايه لدوري ابطال مصر؟ بتوجه اللعيبه ايه ما قبل المباراه؟ بنقدر نقول لهم ايه؟ والله احنا اصلا اكاديميات ما كناش بنشارك في اي مسابقات رسميه لحد ما العميد عادل وكل القائمين على ابطال مصر. احنا حاجه بصراحه ما تقلش عن دوري القاهره ودوري القليوبيه وحتى ودوري الجيزه، وبسم الله ما شاء الله مليانه مواهب جدا وعلى اعلى تنظيم شفناه. يعني الفترات اللي احنا جينا فيها وحضرنا فيها تنظيم قوي جدا ورهيب جدا وفيها مواهب كتيره جدا. شايف النهارده لو هنوجه رساله للاعبين ما قبل المباراه تقول لهم ايه؟ والله اللعيبه بتاعتنا اصلا احنا عندنا الجانب الرياضي طبعا مختلف، الامور الفنيه مختلفه، بس في جزء تاني ان هم معظمنا احنا مشتركين بالبراعم. فالبراعم بيبقى الهدف الاولاني الجزء السلوكي او الجانب السلوكي، ده مهم جدا بالنسبه لنا، وهم بيشوفوا اجواء جميله جدا وجديده جدا عليهم، وبيحطوا الانطباع السلوكي اللي هو كويس ليهم وللاولياء الامور ولينا احنا برضو ككيان او اسم ايفوليوشن. برضو ده الانطباع الاساسي الاول بنحطه قبل النتيجه في الاول وفي الاخر. النهارده بقى لو هنوجه رساله شكر للجهاز الفني كله بالكامل، المعاون للاعبين لاولياء الامور اللي بيجوا صندوق خلال كل مباراه، نقول لهم ايه؟ والله احنا الحمد لله بفضل الله يعني معانا بنسميها اسره كامله، اصلا اسره كامله بيترأسها اصلا اعضاء اللي هم اولياء الامور المحترمين الكرام اللي هم دايما داعمين اكبر سند وسبورت لينا في كل المحافل، دايما متواجدين معانا في كل الماتشات، وجروب المدربين معانا جروب محترم جدا على كفاءه فنيه عاليه جدا، كل معظمهم مدربين شباب. كابتن محمد عاطف، كابتن احمد عادل، كابتن عبد المعتصم، كابتن خورشيد، استاذه شيماء الاداريه اللي موجوده معانا. مدربين بصراحه على اعلى مستوى، مش عايز انسى حد. والحمد لله يعني اولادنا بسم الله ما شاء الله، يعني هم دايما مشاركين في كل المحافل، متفوقين دايما في الانشطه الرياضيه اللي بيمارسوها، اللي هي نشاط كره القدم. الحمد لله يعني بفضل الله احنا عندنا طابع لعب مختلف ان شاء الله باذن الله، وهتتفرجوا عليها في البطوله، ويا رب نكون ضيوف خفاف عليكم. يعني كنا عايزين النهارده بقى لو هنسلط الضوء كده على النجوم بتاعتك، مين من اللعيبه المميزين عندك اللي انت بتقدر تعتمد عليهم خلال المباراه؟ والله هو احنا اصلا مسابقه 2005 احنا داخلين فيها، بس معظم المراحل العمريه عندنا 2006 2007 فيهم 2009 2010. معانا يونس سليمان لعيب مميز جدا، عبد الرحمن ايتو، احمد شاكر، مش عايزين ننسى حد، يعني دودو لعيب حاوي كده، حاجه جميله بصراحه. معانا لعيب محترف طارق. يعني هم الحمد لله، وباذن الله يعني ان شاء الله يعني هنرضي باذن الله يعني معظم اللعيبه ومعظم الناس، وهتفرجوا ان شاء الله، يعني هنتفرج عليهم يعني. سعيد بلقائي معاك، وانتظرونا وكل ما حصريات لدوري ابطال مصر على قناه صدى الملاعب وتغطيه خاصه. متشكر، الف شكر.